خطف وإجهاض وبلاغ رسمي من الراقصة شمس بيهز مصر ضد الفنان الشعبي سعد الصغير، والموضوع بيرتبط بصبري مخنوخ. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ خلونا نتكلم النهاردة عن خبر عامل ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا وفتح أبواب أسئلة كتيرة جدا عن شخصية معروفة في مصر، وهي رجل الأعمال صابرين خنوخ. في الساعات الأخيرة الراقصة شمس خرجت ببلاغ رسمي بتتهم فيه أطراف معينة من ضمنهم اسم صبري نخنوخ بوقائع خطيرة جدا بتشمل الخطف والاعتداء، وده كمان وصل حسب روايتها إنه تسبب في إجهاضها. طب إيه القصة؟ هل دي اتهامات جديدة ولا في خلفيات قديمة للي بيحصل دلوقتي؟ ولو دي ادعاءات ليه طلعت دلوقتي؟ ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وخلونا نبدأ القصة واحدة واحدة. القصة بدأت لما الراقصة شمس ظهرت في فيديوهات وتصريحات وقالت إنها تعرضت لواقعة اختطاف في وقت سابق ليها، هي وأختها وصاحبتها وجوزها وصاحبة كمان. وبحسب كلامها الموضوع مش مجرد خلاف عادي، لكن فيه اعتداء وضغط نفسي وجسدي حصل عليها أثناء الفترة دي، وده أدى على حد وصفها لمشاكل كبيرة وصلت للإجهاض. وبعد فترة طويلة من السكوت قررت إنها تقدم بلاغ رسمي للجهات المختصة. هنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه: ليه دلوقتي؟ وإيه اللي خلاها تفتح الموضوع بعد سنين؟ في البلاغ تم الإشارة لأسماء معروفة ما بينهم رجل الأعمال صبري نخنوخ، وكمان في بعض الروايات تم ذكر اسم المطرب الشعبي سعد الصغير كطرف مرتبط بالقضية. لكن المهم هنا ان دي كلها اتهامات من طرف واحد لحد الآن، ولسه مفيش احكام قضائية او نتائج تحقيق نهائية. لكن مجرد ظهور بلاغ بالخطورة دي بيخلي الموضوع ينتشر بسرعة كبيرة جدا على السوشيال ميديا. السؤال بقى مهم: هل البلاغ ده هيكون بداية تحقيق كبير ولا يتقفل زي قضايا تانية قبل كده؟ خلونا نفكر بهدوء. أي قضية زي دي ليها 3 زوايا: زاوية المشتكية ودي بتقول إنها تعرضت لضرر شديد وخطف وإجبار واعتداء، زاوية المتهمين اللي غالبا بينكروا أو بيطلبوا تحقيق رسمي لإثبات الحقيقة، وزاوية القانون اللي بيبقى الفيصل فيها هو الأدلة مش التصريحات. المشكلة الكبيرة في النوع ده من القضايا إن الإعلام والسوشيال ميديا بيحولوا الموضوع بسرعة من بلاغ لحكم شعبي، وده اللي بيخلي الجدل يزيد بشكل ضخم جدا. لكن السؤال الأخطر هنا: هل فعلا كل البلاغات اللي بتطلع في قضايا المشاهير بتكون صحيحة، ولا أحيانا بيكون فيها جانب من الصراع أو تصفية حسابات؟ بمجرد انتشار الخبر يا جماعة حصل انقسام كبير جدا. في ناس شايفة ان لازم يتم التحقيق بسرعة وكشف الحقيقة كاملة، وفي ناس تانية شايفة ان الموضوع فيه مبالغة او تصفية حسابات، خصوصا مع اسماء كبيرة ومثيرة للجدل. سؤال مهم ليك انت كمشاهد: لو الاتهام خطير بالشكل ده، هل مجرد البلاغ كفاية اننا نصدق القصة، ولا لازم نستنى نتيجة التحقيقات؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات لان دي نقطة فعلا محتاجة نقاش. خليني أسألكم كام سؤال بقى مهم: هل شايفين إن السوشيال ميديا بقت بتحكم على القضايا قبل القضاء؟ وهل ممكن بلاغ واحد يقلب حياة شخص بالكامل؟ وإيه رأيكم في تأخر ظهور بعض البلاغات بعد سنين؟ اكتبوا لنا رأيكم بصراحة في التعليقات لأن رأيكم مهم جدا في القصة دي. في النهاية لازم نفهم حاجة مهمة جدا: إن القضية لسه في مرحلة البلاغات والتحقيقات ومفيش لسه حكم نهائي. لكن اللي واضح إن الموضوع فتح باب نقاش كبير جدا في مصر عن الشهرة، السلطة والاتهامات، وإزاي الإعلام بيغطي النوع ده من القضايا. وأكيد الأيام الجاية هتكشف تفاصيل أكتر وأوضح. لو وصلتم لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واكتبوا في التعليقات هل بتثق في البلاغات اللي بتطلع ضد المشاهير. وشوفوني في فيديو جديد قريب جدا. طبعا كان مصدر الخبر جريدة العين الإخبارية. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.